السلام عليكم. أنا محتاجة رأيكم بجد ومن غير أي مجاملة. أنا عندي 21 سنة، مش أنا، أنتي صاحبة المشكلة. دكتورة ومتقدم لي دكتور من بلد قريبة مننا جدا، بس هو أكبر مني بسنتين، وهو كان خاطب قبل كده وأنا كمان كنت مخطوبة، وما حصلش نصيب لا عنده ولا عندي. فإحنا الاتنين داخلين التجربة دي قبل كده وعندنا حذر شوية. المهم والدته خدت رقمي من الست اللي كانت مرشحاني، طبعا هو جواز صالونات يعني، وكلمتني بنفسها. لقيتها بتتكلم بطريقة كده فيها تلقائية شديدة. يعني قالت لي بصي يا بنتي، احنا مش بنحب المظاهر الكدابة، مش هنعمل فرح، الفرح بيضيع الفلوس على الفاضي، فهنوفر الفلوس دي ونجيب ايه، عقد كده لجوزك او خطيبك يعني يسافر يشتغل بره، وانا هقف جنبه لحد ما يعمل الماجستير ويسافر وربنا يكرمكم سوا. بصراحة كلامها فاجئني شوية، حسيته كده عملي قوي زيادة عن اللزوم. حسيت ان هي ماسكه زمام الامور شويه، يعني هي اللي مسيطره عليه. بعد كده اتفقنا ان احنا نتقابل، وفعلا خرجت انا وهو ومعانا ماما في مكان عام على البحر. هو بصراحة طلع شاب محترم جدا وهادي، بس مش بتاع لف ودوران. طب ما دي حاجة حلوة مش وحشة. بيتكلم بعقلانية وواضح انه طموح جدا وعنده خطة لحياته. قال لي انا ناوي اعمل كذا وكذا وكذا، كله محسوب عنده وكل خطوة عنده محسوبة. بس اللي ضايقني شوية انه ما عزمش علينا على اي حاجة، لا قال لنا تعالوا مثلا نشرب حاجة ولا جاب لنا حتى حاجة ساقعة ولا اي حاجة. بالعكس، ماما هي اللي اشترت لنا حاجة، وهو كان قاعد ببساطة كده من غير اي مبادرة. وانا قلت يمكن هو كده ده طبعه، او يمكن بيخاف يتصرف غلط، خصوصا انه اتقابل قبل كده مع كذا بنت وما حصلش نصيب. فقلت مش هكبرها، كبري دماغك يا بت. بس الموقف ده خلى بابا يشك شوية، خصوصا لما عرفنا ان الناس اللي في بلدهم قالوا عليهم كلام كده ما يطمنش. قالوا ان والدته بخيلة شويتين ومتحكمة 3-4 شويات، وان هي بتتدخل في كل كبيرة وصغيرة، وان ولادها ملهمش اي شخصية، يعني هي اللي ماشية لهم حياتهم، وبيتعاملوا مع الناس كده في أضيق الحدود، يعني بيتهم كده مقفول على نفسهم، محدش يعرف عنهم حاجة. بابا لما سمع كده قال لي لا خلاص انا مش مرتاح، ورفض الموضوع تماما ووقف كل حاجة. بس بعد كده كام يوم هم رجعوا وبعتوا تاني وقالوا ان هم موافقين وعايزين ايه، يعني يجوا يقابلوا بابا وموافقين على كل طلباتنا، وانهم هينفذوا كل حاجة حتى موضوع الفرح. وقالوا ماشي هنعمل فرح صغير. دلوقتي بقى انا في حيرة كبيرة جدا، هل ادي الموضوع فرصة واقعد معاه تاني، ولا ارفض علشان كلام الناس اللي اتقال عنهم وعن مامته، خصوصا ان كلامهم معايا كان بسيط جدا ومباشر. وحسيت ان هي مش خبيثة، بالعكس هي ست تلقائية جدا. كمان هو قال لي صراحة كده ان شقته في مدينة بعيدة خالص عن اهله، وان هو لما هنتجوز هيعيش بعيد ومحدش هيتدخل في اي حاجة في حياتنا، وقال ان كلام الناس عنهم ده ظلم طبعا، والناس اللي بتتكلم عنهم ما يعرفهمش كويس. ولما جه عندنا المرة التانية جاب علبة كيكة كده اللي هي بتتباع في محل السوبر ماركت. بصراحة انا معرفش ده تصرف عادي ولا لا، بس انا خدته كده ببساطة، قلت يمكن هو مش بتاع بهرجة يعني، ما او مش فاهم. فدلوقتي انا محتارة جدا، مش عارفة هل اديله فرصة تانية واشوف بنفسي يعني المواقف بقى اللي هتحصل ما بيننا، ولا اصدق كلام الناس وارفض من بدري احسن. فانا مش عارفه اعمل ايه، رايكم يهمني جدا، انا محتاره. والله بقى انا رايي باختصار كده عشان ما اطولش عليكم الفيديو، ان هي تديله فرصه تانية وتقابله تاني علشان تحكم بنفسها، خصوصا ان هي حست ان مامته بسيطه ومش خبيثه، يعني اللي في قلبها على لسانها. بس لو لاحظتي بقى ان هو ضعيف قدامها او مش مستقل، كل قراراته منها هي، انسحبي فورا يعني من غير اي تفكير. لكن لو هو بقى حابب ان هو يستقل، وزي ما انتي ما بتقولي هتعيشوا بعيدة عنهم، فخلاص يعني. اصل هو مش علشان ما جابش حاجة وهو داخل ده نحكم عليه من اول مرة، او عشان ما عزمش عليكم وانتوا بره انتي ومامتك قابلتوه فيبقى شخص بخيل. ما هو وارد بقى ان هو يعني عشان قابل ناس كتير فقال لك بقى خلاص، يعني مش كل مرة هروح اصرف يعني، مثلا يعني اجيب حاجات والجوازة تبوظ. فمش ده مش موقف ان احنا نحكم عليه. فلو حسيتي ان مامته هي اللي ممشيه الدنيا، لا باي باي، قولي له باي باي، مع السلامه والقلب دعيلك. لكن لو هو حسيتي مستقل بحياته وقراراته من دماغه، لا توكلي على الله، وان شاء الله ربنا يجعله في خير ليكي. مستنيه رايكم في التعليقات، قولوا لنا بقى رايكم ايه في المشكله دي. السلام عليكم.